رجل ما يتكلم، ما يعبر وما يصيح، هل هذا سبب أنه يرتفع عندهم السكري والضغط وهاي الأمور؟ فعلا الرجل يموت قبل المرأة. أنا إذا أشوف 30 مريض 25 حرمة. يعني الحريم أو النساء يفحصون، يهتمون بالصحة أكثر من الرجال. ما نعمم، بس بشكل عام الريايل أو الرجال قليل الذهاب للفحوصات اللي نسميها الفحوصات الدورية أو البريفنتيف أو الوقاية. المرأة لا، دكتور فحصني كوليسترول، فحصني سكر، فحصني حديد، فحصني فيتامين د. المرأة أكثر اهتمام بالصحة من الرجل. شيء ثاني، الرجل دائما يحس أنه هو رجل، فيعني شو يعني أنا قوي، فما يهمه يدخن ويشرب، ويعني مع الأسف يعني وعادات سلوكية غير جيدة وسهر وتعب وقلة نوم، ويشرب كوفي. الكوفي هيلثي بس يشرب 20 واحد في اليوم، فممارسات غير جيدة لأنه يعتقد أنه هو قوي. ثالث شيء، الرجل ما يتكلم. الرجل يحس أنه هي ضد الرجولة، أنه يبكي وأنه يفضفض، وإذا يصيح ما يزور الدكتور مرة ثانية لأنه يحس أن شخصيته انكسرت. فنعم، الرجال أكثر عرضة للوفيات نتيجة لسلوكيات خاطئة، نتيجة لعدم الفحوصات، نتيجة لإحساسهم أن البكاء والفضفضة ضد الرجولة، وهذا طبعا شيء غير صحيح.